أيها المعتمرون من القلة المندسة وحسان في المجتمع، انتوا عمالين تقولوا على الحزب الوطني، عايزين ندين الحزب الوطني. هو ده حزب؟ وحزب يعني وطني، يعني ايه حزب وطني؟ ما هو الحزب ده بيبقى الأول بيحصل تبقى فكرة، يتعمل برنامج، وبعدين حد شوية ناس يتبنوا البرنامج ده ويتحولوا إلى حزب. ايه بقى برنامج الحزب الوطني غير الحرايق والسرقه والتهريب وتلقيح الجثث على الناس في الشوارع؟ يعني هم ما شبعوش لا من قناه السويس ولا من البترول اللي بيهربوه ده ولا من الغاز اللي بيجوه اسرائيل ولا من ميزانيه الدوله، ما شبعوش، فبينزلوا الشارع علشان خاطر يعملوا حاجه اسمها قانون المرور. قانون المرور ده عمليه تقسيط في الطريق العام. عملية التقسيط في الطريق العام دي أي واحد دارس حقوق بيبقى عارف فيها حاجة. الجريمة دي أي واحد بيرتكبها بياخد أحكام متفاوتة، في واحد بياخد 10 سنين، في واحد بياخد 5، في واحد، لكن أيا كانت العقوبة صغيرة أو كبيرة لازم تبقى مشمولة بالأشغال الشاقة. يعني المفروض أمناء الشرطة دول اللي بيشيلوا الناس في الشوارع لو اتحاكموا كلهم بيشتغلوا أشغال شاقة، ممكن يخليهم يستصلحوا لنا سينا مثلا. برنامج اهو بتاع حزب القله المندسه. وبعدين جات لنا بشاره برضو اخر العنقود، الرئيس عبد العزيز بوتفليقه خلص المدتين بتوعه. احنا عارفين ان الرؤساء العرب ما بينزلش من على الكرسي الا سيدي عبد الرحمن، هو اللي بياخد. سيدي عبد الرحمن ده الشهير شعبيا بعذرائيل الموت، هو ده اللي بيقدر ينزله من على الكرسي. فعبد العزيز بوتفليقه هيقعد بقى بيعدل في الماده 74، زي شوف يعني عندنا المواد اتعدلت قد ايه عشان تسمح له بانه تسمح رئيس الجمهوريه انه يقعد اكتر من مدتين، يعني مدى الحياه، يعني ما بيزحزحوش عن الكرسي الا بالموت. هاتوا لي رئيس جمهوريه عربي عمل الحكايه دي الا الراجل اللهب اللي اسمه سوار الذهب ده، الراجل الطيب ده قعد سنه ومشي على طول، محدش عارف عنه هو فين دلوقتي سوار الذهب. وده نموذج مش لازم يتوجد، لان ده هيبقى مثل اعلى، وهم مش عايزين كده خالص. هم عايزين كل اللي موجودين مضروبين زيهم، يعني ناس ماسكه الكرسي ومش عايزه يثبت عليه، مش عايز، هو عارف ان لو نزل هيتذبح. فكل مؤتمر حزب وطني، ويمكن المؤتمر الجاي ما يتمش على الله، يعني هو مش باين حاجه في الافق ان في قوه ثانيه جاهزه. احنا في مشهد تاريخي في مصر. جوز سهام ده مش شارع جوز سهام، مش جوز سهام، عشان كده الوضع باقي على ما هو عليه لغايه ما الشارع ده يصحى هتتغير حاجات كتير. كل سنه وانتم طيبين، يلا نقول لا يا رب.